السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد الكرداوي، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. بصراحة يا جماعة أنا شامم ريحة شياط كبيرة جدا من ناحية إخواتنا البعض. بصراحة ليهم حق ضربتين جزاء يضيعوا من نادي الاتحاد قصاد النادي الأهلي كده، فليهم حق بصراحة يزعلوا جدا. معلومة ممكن قد تكون مؤكدة وقد تكون لا، إن كابتن سيد عبد الحفيظ صارف مكافأة إجادة لمحمود علاء. محمود علاء بسم الله ما شاء الله عليه كان السبب في طبعا الجون الاول بتاع بيرسي تاو، اسيست محمود علاء، وده مش حاجه غريبه على محمود ان هو بيلحقنا في الاوقات الصعبه، وكمان كان السبب في الفاول اللي جه منه الجون الثاني بتاع ياسر ابراهيم لما علي معلول عملوا الاسيست. اتكلم كلمتين جد شويه بقى. الماتش ما كانش احسن حاجه بالنسبه للنادي الاهلي، واداء مش ده المنتظر، ولكن الحمد لله على الفوز السادس على التوالي لمارسيل كولر. مش مبسوط قوي من اداء النادي الاهلي، ولكن محمود علاء بينقذنا كالعاده. حابب بس اوجه رساله لزكريا الوردي. زيكو اتعلم من اخوك محمود علاء، اقف جنبنا. محمود علاء ابننا، ابن النادي الاهلي، بيقف جنبه باي لون تيشيرت. انت دلوقتي عشان كوره في ماتش السوبر مشيت وانا زعلان والناس هنا بتهاجمني ومش عارف ايه. راجل محمود علاء طب يا جماعه، طب راجل، طب الطب كمان مش همه ومكمل وعادي والدنيا جميله. ضيع ضربه جزاء مفيش مشاكل، اسيستات مفيش مشاكل ولا اي حاجه. اتعلم منه زيكو. في النهايه حابب بس اوجه رساله للاعيبه النادي الاهلي، عايزين اداء احسن من كده، عايزين اداء برجوله. انا مش شايف ان مارسيل كولر مقصر في اي حاجه، شايف الخطه تمام، التدريبات تمام، مفيش اي مشاكل، ولكن اللعيبه هي من نفسها عندها رعونه. ياسر ابراهيم بصراحه يعني في فرق كبير جدا بين ياسر ابراهيم ومحمود متولي لما بيكون فت. الف مبروك للنادي الاهلي الفوز، ولا عزاء لاخواتنا البعدة اللي انا لحد الان شامم ريحه شياط جامده جدا من ناحيتهم. بالمره تعالوا نتكلم كلمتين عن كاس العالم. مفاجات كبيره جدا في دور الثمانيه. خروج البرازيل على ايد كرواتيا. بصراحه البرازيل هي اللي فرطت في الفوز، مش اي حد تاني. كان في رعونه جامده جدا من اللعيبه كنا حاسين ان هي بتلعب بتعالي، وحاسين ان هي عايزه تخش بالكره الجون يعني. والكره مش كده، انت خلص هتجيلك فرصه تقدر تخلص منها الماتش كله، زي الفرصه اللي جت لنيمار في الوقت الاضافي وخلصها وخلاص. كنا قلنا كلنا ان المباراه بتنتهي، ولكن بتفاجئنا كرواتيا وبتخلص هدف التعادل، وتروح لضربات الجزاء اللي الحارس بتاع ليفانكوفيتش بارع فيها جدا، وبيجروا البرازيل لضربات الجزاء وللي هم عايزينه وبيقدروا يصعدوا. نروح لانجلترا وفرنسا ومباراه تكسير العظام. مباراه برضو انجلترا بالسكواد بتاعها ما قدرتش ان هي تقف قصاد فرنسا، وبيضيع ضربه الجزاء الثانيه هاري كين، ودي كانت علامه استفهام ان هاري كين هيشوط هو ضربتين الجزاء. كان ضغط كبير عليه جدا، وكان واضح ان هو مضغوط وهو داخل يشوط ويضيع. ورد فعل غريب جدا من امبابي، ولكن بتصعد فرنسا وبتنتهي النتيجة 2-1. المفاجأة الأكبر كانت هي صعود المغرب لنص النهائي على حساب البرتغال، ونهاية مسيرة كريستيانو رونالدو في كأس العالم. ده كان آخر كأس عالم لكريستيانو رونالدو، بغض النظر عن العروبة بقى، بغض النظر عن أي حاجة. أنا راجل أهلاوي، فلما تيجي تكلمني عن المغرب بفتكر بقى ماتش النهائي بتاع الوداد، وبفتكر فوزي لاججع، وبفتكر حاجات أنا مش بحب أفتكرها. ولكن والله إحنا فرحانين لمنتخب المغرب، ولكن كان عندنا أمل إن كريستيانو رونالدو يكمل في البطولة وينهي مشواره في كأس العالم بطريقة أحسن. ولكن كل التوفيق لمنتخب المغرب في اللي جاي، وأتمنى إن هم يوصلوا نهائي إن شاء الله. على الجانب الآخر كانت مباراة تكسير العظام الأخرى، وهي مباراة الأرجنتين وهولندا اللي انتهت بضربات جزاء. الأرجنتين وهولندا كانت مباراة بصراحة من أحسن المباريات اللي اتفرجت عليها. سيناريو جميل جدا، سيناريو ممتع جدا. مباراة كان فيها عصبية برضو من ميسي، وعصبية من لعيبة هولندا. خلاص الأرجنتين كانت كسبانة 2-0 لحد آخر الدقايق، ولكن هولندا بتقدر تتعادل بكرة فاول في تريكة معمولة كويسة جدا. مفيش أي حد قدر يتوقع التريكة دي،
عشان تروح المباراة لضربات جزاء، وبتخلص الأرجنتين المباراة بضربات الجزاء عشان تضرب موعد مع كرواتيا في نص النهائي. نروح لتوقعات نص النهائي، اللي هو انت برضو لو قابلت اي حد ماشي في الشارع وقلت له مين اللي هيصعد هيقول لك الأرجنتين وفرنسا، ولكن لا تأمن مفاجآت مونديال قطر، ولا تأمن مفاجآت المنتخب الكرواتي ولا المغربي، ولا التقفيل الدفاعي بتاعهم اللي بيخليك يجرك لأوقات إضافية وضربات جزاء، اللي هم الاتنين برضو عندهم 2 حراس مرمى من أحسن حراس المرمى اللي شفناهم في البطولة. بس فممكن جدا أي حد من الفرقتين إنه يصعد، ولكن التوقعات والمتوقع إن فرنسا والارجنتين هم اللي يصعدوا النهائي. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت نعمل لايك وشير واشتراك في قناة اليوتيوب، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جديدة بعد ماتشات نص نهائي كأس العالم.